بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. المهنة أو الحرفة شيء مهم جدا وضروري في حياتنا كلنا، لأن من خلالها بنقدر نوفر المال اللازم والضروري لتوفير متطلبات حياتنا. حتى الأنبياء والرسل كل واحد فيهم كان ليه مهنة معينة قدر إن هو يمارسها خلال حياته. ومعلومتنا النهاردة هنتعرف فيها على مهن بعض الأنبياء والرسل. محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الأغنام وهو صغير، ثم اشتغل بالتجارة. إدريس اشتغل بالخياطة وهو أول من قام بخياطة الملابس. آدم اشتغل بالزراعة. أما سيدنا نوح عليه السلام فاشتغل بالنجارة. إلياس اشتغل بحرفة النسيج. داود اشتغل بالحدادة وصناعة الأسلحة، ربنا قال وألنا له الحديد. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فاشتغل بالبناء، وطبعا زي ما احنا عارفين هو قام ببناء الكعبة مع ابنه إسماعيل. سيدنا عيسى عليه السلام اشتغل بمهنة الطب وقام كان مشهور طبعا بالمداواة للعديد من الأمراض. أما يوسف اشتغل وزير. دي كانت معلومة سريعة عن مهن بعض الأنبياء والرسل، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. أشوفكم على خير بإذن الله في معلومة جديدة وحلقة جديدة، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله.